السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم ملكات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وأفضل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مليون مرحب بكل جميل دخلت عندي، نورتيني وشرفتيني وكترتيني. لو أول مرة تشوفيني بستأذنك خدي لك في القناة، إن شاء الله تعجبك جدا، تاخدي منها باور عالي وكمان هتحفزي وتاخدي منها أفكار. وما تنسيش اللايك، وكمان ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي علامة الجرس عشان يوصلك كل جديد أنا بنزله. وأهلا بيكم في يوم جديد وروتين جديد. ورايح العيد هلت، كل سنة وانتم بألف خير. خلاص مهلا رمضان، خلاص خلص رمضان، كل سنة وانتم بألف خير يا رب دايما. ودخلنا بقى في روتينات العيد وأيام العيد، من أحب الحاجات لقلبي وقت ما كنت بعلق زينة رمضان، ومن أوحشها بصراحة عليا. بزعل جدا وقت ما بجيشيلها، بس إن شاء الله ربنا يجعل لنا عودة كده إن شاء الله مع رمضان بإذن الله، يا رب يحيينا بالخير ويحسن عملنا يا رب، اللهم آمين. هنعين بقى حاجة رمضان الجميلة دي للعام القادم ان شاء الله على خير لو ربنا احيانا بالخير باذن الله. وهنبتدي بقى نستقبل شقتنا، إيه، استقبال العيد الجميل. هنفرشها برضو كده ونلبسها جديد ان شاء الله. انا كنت جايبه معاكم مفرش كده، كنت جايباه بالمتر، اللي هو الفورير ده اللي هو الفرو. وهقصه معاكم على قد احتياجي، على الاماكن اللي انا محتاجه ان انا احط عليها مفرش بس. كنت رايحة أجيب، أصلا كنت أنا هجيب، كان الواحد عامل رانر، واحد عامل للسفرة 160، وده عند واحدة يعني ايه بتعامل معاها على طول أسعارها كويسة. انما في مكان عندنا في المحل اسمه العباسي، في محلات اصلا مفروشات، المفروض ان هي ايه، انتوا عارفين احنا المحلة بلد المفروشات يعني والأقمشة وكده. فبصراحة الأسعار المفروض تكون أرق من بنسمع، لأن احنا أصلا بلد التصدير، يعني احنا التصنيع أقصد، احنا بلد التصنيع والتصدير برضو. فالمفروض ان احنا الأسعار عندنا تبقى متهاودة، إلا احنا عندنا يا ما شاء الله ما بيصدقوا بصراحة، بيستغلوا الأسعار بشكل. ففي مكان تاني بقى لقيته رانر بس بتاع السفرة عامل كام 260، وواحدة تانية بتبيعه ب160. فالأسعار عارفين اللي هو لأ مش حلوة خالص. فأنا قلت بقى ايه، هجيب أنا بالمتر. كنت أنا قايلة لكم المتر ده كنت جايبه 350، المفروض ان هو اتنين، يعني واحد متر في متر، المفروض ان هو ايه مقاس طول في عرض 2 متر، يعني العرض زي الطول متر، فاهمين؟ ف ادى معايا حاجات كتير، يعني ادى معايا إيه، انا كنت عايزة للسفرة، كنت عايزة للبار، وكنت عايزة أوضة النوم، لأن المفرش بتاع أوضة النوم عندي اللي أنا كنت متجوزة بيها كانت حلوة جدا وشيك جدا، وبصراحة لحد النهاردة مش هعرف اعوضها، مش لاقية زيها اصلا. اتقطعت في الغسالة، كنت غسلاها في الغسالة العادية اللي هي كنت بغسل فيها الابيض دي، وحطيتهم معاها، ويا ريتني ما عملت كده، بس خير يعني قدر الله مش افعل. هو اصلا مش بيبقوا وسخين خالص ولا حاجة، ده يدوب بس ايه بيبقوا عايزين يتعملوا كده تحت المية بالاريل وتبقى زي الفل. بس انا بقى ايه اللي حطيتهم، قلت عشان يلمعوا اكتر واكتر، في الاخر طلعوا ايه اتمزعوا اكتر واكتر وخلاص باظوا يعني. المهم ان انا ايه قلت بقى هستخدم الفورير، القماش بتاع الفورير ده بصراحة حلو جدا، اداني يعني ايه عارفين اللي هو رمى معايا جامد. انا كنت بجرب هنا بقول ايه احط الشكل ده، يعني انا كنت اصلا قطعاه على اساس ان دول ايه الاتنين كومودينو جوه في اوضة النوم. فقلت اما احطهم بالشكل، يعني ده هشوف كده المقاس ده كويس ولا المقاس ده. فكنت عمالة بجرب في الاخر، يعني رسيت على المقاس ده، وقسمته على 2 كمان، للسفرة والايه للبار. انا عملت معاكم ايه برضو في الاول كده، شلت زينة رمضان طبعا، وكمان شلت المفرش بتاع رمضان الخيامية ده، خلاص بقى إيه نفرشه ان شاء الله العام القادم على الف خير يا رب. وهنفرش مع بعض دلوقتي بقى ايه، هنلبس شقتنا لبس العيد، يعني لو احنا بس اللي هنلبس لبس العيد طبعا لازم نلبسها معانا كده وتستقبل معانا العيد. انا كمان بعمل جو حلو جدا للولاد ليلة الوقفة، بخليهم يشاركوا معايا كده واحنا بنفرش بقى ونعلق البلالين ونعمل توزيعات العيد والحاجات الجميلة دي. بخليهم عايزة اقول لكم على افكار، يعني بعض افكار بعملها، وناوية السنة دي اعمل فكرة مختلفة. ايه بقى، كنت كل سنة بخلي الولاد يشاركوا معايا وننفخ البلالين ونعلق مع بعض، وكانوا بيبقوا بصوا بندخل سبحان الله طبعا ومن يعظم شعائر الله فذلك من تقوى القلوب. فاحنا بنعظم شعائر ربنا الايام دي بالنسبة لنا كمسلمين، ايام جميلة وايام بهجة وفرحة. وخلاص بقى يعني ربنا سبحان الله
كافئنا في نهاية صيامنا بإيه، بالعيد، إن إحنا خلاص يعني عارفين اللي هو إيه، عدّى أيام رمضان الجميلة بصيامها، بجد ربنا أعَنّا اللهم لك الحمد والشكر. فخلاص بقى ربنا بيكافئنا بإيه، بليالي العيد الحلوة دي. فإحنا برضه هنعظّم شعائر الله وهنحسّس نَفْسنا ونحسّس ولادنا بالبهجة، ما نقولش ياه العيد جِه ده جو كئيب، أصل أنا كنت أسمع ده كتير أوي، باشوف ده كمان على الفيس كتير جدًا. إيه الجو الكئيب ده، أنتم قضيتوا العيد فين، من الصالة للreception لأوضة النوم، قضيته على السرير، ده أنا ما خرجتش خالص، ده إيه يا بنات في إيه؟ اللي هو ليه يعني لأ، أيام العيد جميلة، اخرجوا، اتفسحوا وافرحوا، ما تقتصروش فرحتكم على إن أنتم قاعدين في البيت وخلاص أو صلاة العيد وبس، وترجعوا تناموا بقى وتقضوا العيد في البيت، لأ طبعًا إحنا ربنا سبحان الله لمّا جه حَب يكافئنا بأيام بالعيد بعد الصيام علشان نفرح ونخرج ونحس بعظمة الأيام دي، عظمة أيام العيد سبحان الله. فليه بقى، ليه تكتئبوا كده وتقعدوا في البيت وتقضوها كآبة بقى، اللي هو أنا مش رايح في حتة، أنا مش رايحة في حتة، هنروح فين يعني، ليه والله من أبسط حاجة خالص لو أنتم هتنزلوا تتمشوا، مش شرط يعني تروحوا في كافيهات غالية ولا بتاع، لأ. طبعًا عارفة الأسعار دلوقتي الحمد لله يعني بقت في متناول تجار المخدرات مش بني آدمين عاديين بجد، بس إحنا بنفرّح نفسنا بأبسط حاجة، يعني مش شرط بقى إنِّك تروحي أغلى مكان، لأ خالص، لو هتنزلي تتمشي كده، تشربي عصير قصب مثلًا، تجيبي ذرة، أي حاجة أنتِ بتحبيها، هتبتهجي جدًا على فكرة، وهتحسي بأيام العيد إن هي جميلة. عامةً الخروج نفسه، إن أنتِ تخرجي تقرري كده إن أنتِ تلبسي وتجهزي وتنزلي من البيت عارفين لو هتنزلي تتمشي كده، عارفين تغيير الجو نفسه بيُبهِج، بيُبهِج بجد وبيحسسِك كده بmood مختلف. ففرّحوا نفسكم، أيام العيد جميلة، إحنا كمسلمين يعني سبحان الله دي أحلى أيام، أحلى أيام في السنة كلّها، طبعًا بعد رمضان العيدين بتوعنا، ودول العيدين الوحيدين اللي مش حرام، يعني دول مكافأة من ربنا لينا. افرحوا على قد ما تقدروا. أنا هنا بقى كنت باشيل خلاص بوجي وطمطم وفنانيس، ده خلاص بقى يعني إيه، كنت أنا فارشاهم أنا والولاد، فالولاد بصراحة كانوا مبسوطين أوي وزعلانين أوي وأنا باشيلهم، قُلت لهم: "خلاص بقى ما تزعلوش، أنا كده إيه هنعمل مع بعض بقى العيد." فالفكرة اللي عايزة أقول لكم، كنت باقول لهم يعني هنفرش مع بعض إيه، فرش العيد والبلالين والحاجات الجميلة اللي إحنا بنعملها. الفكرة بقى اللي أنا إن شاء الله ناوية أعملها السنة دي، هاجيب أنا هادّيكم يعني كذا فكرة وأنتم اختاروا اللي أنتم عايزينه. يعني أنا مثلًا قررت إن أنا أجيب بلالين كتير أنفخها، أنا في العادي كنت باعلّقها تمام، المرّة دي بقى هانفخها وأحطها للولاد طبعًا بعد ما يستحموا ياخدوا الحُمّاية بتاعة العيد الجميلة كده، ويلبسوا البيجامات الجديدة أو الترنجات الجديدة ويناموا بقى، يصحوا الصبح نيجي نصحّيهم عشان ننزل نصلّي صلاة العيد، نقول لهم إيه، نكون حاطين طبعًا في أوضة الأطفال بتاعتهم البلالين، وفي كل بالونة هنخلّي مثلًا فيها بونبوني وشوكولاتة وكمان العيدية بتاعتهم، أي فكرة بقى، أي حاجة أنتِ عايزة تحطّيها حطّيها، لعبة صغنّنة كده يفرحوا بيها. طبعًا هتقولوا هندخّل الحاجات دي إزاي والبالونة ساعة ما قبل ما تنفخوها على طول حطّوا الحاجات دي احشوها أكنكم بتحشوا بمبار كده، وتقوموا منفخينها وحاطّينها في وسط البلالين، تقولوا للولاد إيه، أنا عاملة لكم مثلًا مفاجأة، تعالوا يالّا بينا نشوف البلالين، نختار أكتر بالونة بتشخشخ جامد ونشوف إيه المفاجأة اللي فيها. وتقوموا بقى إيه، جايبينها وكل واحد بقى يقعد إيه، عارفين هُم يحسّوا بروح كده حماسية حلوة أوي، إن هُم عمّالين يدوّروا على حاجة هتبسطهم بقى وإن هدية العيد موجودة هنا. أنا ريان عمّال يسألني كل شوية: "ماما هو العيد هييجي إمتى، العيد هييجي إمتى؟" أقول له: "يا ريان أنت زعلان، أنا بازعل لمّا أيام رمضان بتخلص، المفروض أنت كمان تزعل." يقول لي: "لأ أنا عايز العيد بقى عشان تجيبوا لي هدية العيد وآخد العيدية." مع إنه بياخد مصروفه عادي جدًا، وبييجي لهم هدايا وألعاب برضه عادي جدًا، بس سبحان الله العيد إحنا دايمًا كده عارفين بنعمله لهم بجو مختلف كده، وبنخلّيهم يعني ينتظروه معانا كده، عارفين زمان لمّا كنا وإحنا صغيرين بابا وماما يجيبوا لنا طقم العيد بقى ونفضل واخدينه في حضننا كده لحد ما نصحى الصبح بقى وننزل نلبسه ونروح نصلّي العيد، فكان بصراحة أيام وذكريات حلوة جدًا. إحنا بقى على قد ما نقدر بنحاول نزرع الذكريات الحلوة دي في قلوب أولادنا،
ما بتتنساش خالص والله. يعني أنا شوف لحد دلوقتي بقيت أم أهو، وبافتكر أيام ما كان بابا بيعمل معانا كده واحنا صغيرين، وافتكر ماما وهي بتحملنا حماية العيد بالليل وتحكي لنا حدوتة وتقول لنا يلا بقى عشان أول ما نصحى الصبح نروح نصلي ونروح للمراجيح. احنا كنا كده متعودين، بابا كان أول ما نروح نصلي صلاة العيد يقوم واخدنا بقى رايحين ايه نتمرجح شوية، وكمان نروح عند عماتي بقى. كان ليا عمتين كده كل واحدة في مكان مختلف، كان ياخدنا ايه لازم أساسي كان عندنا يحصل كده، ياخدنا بقى ايه نعايد على عمتي الصبح بدري كده، يعني بعد ما نصلي صلاة العيد نقوم عايزين عليهم ونروح بقى ننام ونصحى على الضهر ياخدنا يفسحنا تاني. أو لو مثلا ما كانش قادر أو كده ننزل إحنا بقى أنا وصحابي تحت البيت نلعب مع بعض عارفين. فكانت ذكريات حلوة جدًا بجد والله. فالواحد بيحاول بقى يزرع في للولاد ذكريات كتير كده يتبسطوا بيها ويفتكروها ويفتكرونا بيها ودايمًا يدعوا لنا كده وإن شاء الله يعني لو ربنا أحيانا بالخير كده يدعوا لنا في حياتنا وبعد مماتنا طبعًا. من بجد من أجمل وأعظم الحاجات الأب والأم كأب وأم، يعني إن انتوا تزرعوها في ولادكم ذكريات. بجد الجو الأسري ده لما تربي ابنك أو بنتك على جو أسري كده فيه روح حلوة وتفاهم وتزرعي ذكريات فيهم، سبحان الله ده بيشكل شخصيتهم في كبرهم. فربنا يعيننا يا رب ويعيننا كده على تربيتهم إن شاء الله زي ما احنا عاوزين وزي ما هو يرضى بإذن الله، ويجعلنا دايمًا سبب فرحتهم كده. هنا خلاص أنا كده خلّصت الروتين بتاعي، طبعًا انتم أنا مشاركة معاكم كل حاجة وشايفين قدّامكم أنا باعمل إيه بالضبط. قطّعت طبعًا المفارش زي ما شُفتوا على كل مكان، وزي ما أنتم أنا هو دلوقتي طبعًا في الجولة بتاعتنا دي أنا هاورّيكم أهو، حطيت هنا عملت مفرش runner كده على السفرة، وعملت كمان على البار وعلى الجزامة، وهناك على التقاطيع اللي أنتم شُفتوها في الأول دي، وحطيت عليها إيه الزرع الصغنّن. أنا كنت ناوية العيد ده إن شاء الله كنت ناوية معاكم إن أنا أجيب أغيّر أعمل إيه، تغيير كده جذري في الreception. أنا غيّرت برضه، غيّرت فيه دلوقتي، بس أنا إن شاء الله ربنا يحيينا بالخير على العيد الكبير بإذن الله، ناوية أعمل حاجة حلوة جدًا، لإن أنا العيد ده كنت ناوية إن أنا أعمل ده، بس يعني أنا اتضغطت الفترة دي طبعًا عشان سُفيان وكده والخياطة اللي في إيديه. إحنا لحد دلوقتي لسه طبعًا بنروح نغيّر له عند الدكتور بتاعه، لإن كان حصل مشكلة إن إحنا رُحنا غيّرنا في مستشفى جنبنا، وبعد كده غيّرنا في صيدلية برضه جنبنا، فجرحه باظ وعمل خراج وكده، فبقينا نروح للدكتور نفسه. فده اللي شغلني بقى عارفين اللي هو ما عرفتش أعمل اللي أنا كنت عايزاه. هنجيب مع بعض بقى الزرع اللي هو الكبير ده إن شاء الله، هنعمل مع بعض بُصّوا تغيير في الreception حلو أوي، وكمان ممكن أجيب حاجة كده هتبقى مفاجأة برضه معاكم وهاشاركها معاكم بإذن الله. كده الreception بتاعنا ده كده شكله النهائي أهو. أنا حبيت إن أنا أشغّل الإضاءات الحلوة بتاعتنا دي اللي أنا كنت عاملاها معاكم في بداية رمضان. طبعًا أنا شِلت كل حاجة ليها علاقة برمضان خلاص، بس خلّيت الإضاءات دي إحنا بصراحة بنحبها، وبعدين الورم لون الورم ده حلو أوي بيدّي شياكة للمكان كده. وبعد كده شغّلت بقى الإضاءة العادية بتاعتنا. أنا ناوية كمان أغيّر الإضاءة أعلّيها شوية إن شاء الله يعني بإذن الله. يعني على العيد الكبير كده هنعمل مع بعض تغيير حلو أوي بإذن الله هيبسطكم إن شاء الله. هنا بقى كمان أنا باوريكم بقى بعد ما خلاص التنورة أهو وكل حاجة بقت واضحة وباينة قدامكم. شُفتوا أنا زي ما قُلت لكم المتر في مترين يعتبر متر أصلًا، أنا جايبة متر 350 جنيه جابوا لي متر تمام. عمل لي إيه بقى، عمل لي الجزامة وعمل لي runner في السفرة والبار وكمان الاتنين كومودينو بتوع أوضة النوم والتسريحة والاتنين تقاطيق دول، واتبقى حتتين كده حطيتهم فين في تسريحة الأطفال والكومودينو بتاع الأطفال. فبصراحة رمت معايا كتير خالص، فحلوة أوي عجبتني بصراحة. ناوية برضه أعمل معاكم cover إن شاء الله بإذن الله، يعني بإذن الله الفترة الجاية هنعمل مع بعض حاجات حلوة أوي بإذن الله. كده روتيني خلص النهارده، انتظروا معايا الفيديو الجاي هيعجبكم جدًا، هتاخدوا جولة في الشقة بشكل كامل إن شاء الله تعجبكم. كل سنة وأنتم بألف خير يا رب، وما تنسوش اللايك بتاعكم، ومع ألف سلامة.